قبل ما نبدأ النهاردة ما تنساش تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم، ويلا بينا نبدأ فيلم النهاردة. بيبدأ فيلمنا في المحيط الأطلسي سنة 1942، وبنشوف قارب عليه شخصين وهما كابتن جاس وصديقه لاسن، ودول بيكونوا عملاء بريطانيين، وبيوصل عندهم مجموعة من الجنود النازيين وبيدخلوا للقارب وبيسألوهم انتوا مين وبتعملوا ايه هنا؟ فبيقولوا لهم ان هم صيادين سويديين وتايهين. فبيؤمر قائد جنود النازيين رجالته يفتشوا القارب، وبيفضلوا يفتشوا لحد ما مرة واحدة 2 من الجنود بيلاقوا قدامهم شخص اسمه هنري، وده بيبقى عميل بريطاني متخفي، وبيقدر انه يضرب الجنود دول وبيقتلهم. وفي اللحظة دي بيبدأ لاسن زي المجنون يقتل في كل الجنود النازيين بالسكينة اللي معاه بكل وحشية. اما جاس فبيطلع سلاحه وبيفضل يضرب في الجنود النازيين بالنار لحد ما بيخلص عليهم. وبعدها بيجي شخص من البحر اسمه فريدي، وده برضه بيكون عميل بريطاني زيهم ومن ضمن فريق جاس. وفريدي بيعرف جاس انه اتخفى وزرع متفجرات في السفينة الألمانية الكبيرة واللي وصل منها الجنود اللي فتشوا المركب بتاعهم. وعلى طول اول ما بيبصوا لناحية السفينة بتنفجر انفجار كبير وقوي جدا، ده كمان كل اللي فيها بيموتوا. وبيكون جاس وفريقه فرحانين ان هم خلصوا اول مهمة. وبنرجع للماضي علشان نعرف فريق كابتن جاس ده اتكون ازاي، وبنشوف رئيس الوزراء البريطاني وينستون تشرشل وهو قاعد مع رجالته بيتفرج على فيديو بيتكلم عن الغواصات الألمانية اللي بتمنع الأسطول الأمريكي انه يمد بريطانيا بأي سلاح. وبيعرف تشرشل رجالته ان هم لازم يتخلصوا من الغواصات دي بأي طريقة لو عايزين الدعم الأمريكي يوصل لهم ولو عايزين يكسبوا الحرب. فبيعرف تشرشل انهم قدروا يعرفوا مكان امدادات الغواصات بيجي منين، وان ليها خط امدادات من خلال جزيرة اسبانية اسمها فرناندو، وكل فترة مجموعة سفن تابعة للنازيين بيتحملوا بالمؤن والوقود وبيروح يد المؤن دي كلها للغواصات النازية. وبيكون تشرشل شايف ان هم لازم يقطعوا خط الامداد ده عن الغواصات ويدمروا سفن الامدادات في جزيرة فرناندو، ووقتها هيعرفوا ينهوا على الغواصات النازية دي ويوصلوا بعد كده خط الامدادات الامريكي. بس بتكون في مشكلة دلوقتي، وهي ان جزيرة فرناندو تبع اسبانيا وما ينفعش يهاجموا السفن اللي هناك بجيش رسمي، والحل يبقى تكوين فريق سري يدمروا السفن دي. والفريق ده لازم يكون عارف كويس ان هم لو اتقبض عليهم من البريطان هيتحبسوا عادي جدا، اما لو اتقبض عليهم من النازيين فهيتقتلوا بكل سهولة. وفي اللحظة دي بيقرر مساعدين تشرشل يكونوا الفريق اللي يقوم بالمهمة دي، وبيستقروا كمان على قائد الفريق. بس المشكلة ان الشخص اللي هيقدر يكون الفريق ده مسجون بأمر الملك، فبيخرجوه من السجن وبيعرفوه انه هيقود فريق يروح لجزيرة فرناندو، وهناك هيدمر السفن النازية اللي بتمد الغواصات بالمؤن. فبيقبل جاس بالمهمة دي، ولكن جاس بيرتب فريقه اللي بيتكون من هنري وفريدي ولاسن وابل. فبيعرف جاس ان في مشكلة صغيرة، وهي ان ابل كان في مهمة واتقبض عليه من النازيين. فبيقرر جاس انه يخلص صديقه ابل الاول وبعدها يبدأ المهمة. وفي نفس التوقيت ده هيقوم هيرون والعميلة ستيوارت بتجميع المعلومات من جزيرة فرناندو اللي هو جاسوس فيها من زمان. وجاس بيقعد مع لاسن وهنري وفريدي وبيعرفهم باقي المهمة، وهي انهم هيروحوا دلوقتي يحرروا ابل وبعد كده هيروحوا لجزيرة فرناندو يدمروا السفن النازية. وبالفعل بيوصلوا السجن اللي محبوس فيه ابل، ولاسن بيضرب الجنود بالاسهم اللي معاه وبيلفوا في كل مكان وبيقتلوا كل الجنود النازيين اللي قدامهم بفضل قدراتهم الخاصة في القتال مع النازيين. وبيكون عندهم القدرة للقتال بكل الاشكال والانواع، مرة بضرب النار ومرة بالاسهم او السكينة او حتى القنابل. وبسرعة بتخلص مهمتهم وبيخلصوا على كل الجنود اللي في السجن وبيطلعوا ابل وبيحرروه، وبعدها بيمشوا في طريقهم علشان المهمة الجديدة الأصلية بتاعتهم اللي هتكون في جزيرة فرناندو. وبعدها بنشوف هيرون وستيوارت راكبين قطر تبع النازيين ورايحين بيه لجزيرة فرناندو، وبيراقبوا كمان القائد النازي في القطر لحد ما بيلاقوه حط الشنطة بتاعته على الأرض. فبتروح ستيوارت وبتسرقها منه، وبعدها بتروح هي وهيرون على أوضتهم اللي في القطر، وهنا بيفتحوا شنطة القائد النازي وبيلاقوا فيها مستندات عن السفن النازية، وبيقدروا كمان يعرفوا الميعاد بالظبط اللي هيروحوا فيه يمدوا الغواصات بالمؤن. وبسرعة بيشغل هيرون جهاز الإرسال بتاعه وبيبلغ كمان القيادة بكل التفاصيل اللي يعرفها، وده هيساعدهم يحددوا الميعاد المناسب لتدمير السفن. وبنرجع تاني لهيرون وستيوارت اللي بيوصلوا لجزيرة فرناندو، وبعد كده بياخد هيرون ستيوارت وبيراقبوا الجنرال النازي لوهر، وبيعرف هيرون ستيوارت ان هو ده هدفها ولازم تتقرب له بأي طريقة، وده لانه هيفيدهم جدا قدام، ولكنه بيعرفها انها تاخد بالها جدا في التعامل معاه. وبياخد هيرون ستيوارت وبيقابل لوهر، وبيقدم هيرون ستيوارت على اساس انها بتتاجر في الذهب وهتقدر كمان تشتري ذهب كتير جدا منه، وده لانه بيتاجر في الذهب ولكن بشكل غير شرعي.
وفعلا بيعجب لوهر ستيوارت ولكن مش بيعرفها اي رد واضح. فبيتكلم هيرون مع ستيوارت وبيعرف انه قبل ما جاس ورجالته يوصلوا هيضمن ان المينا تكون فاضيه بحيث ان مفيش حد يشوفهم، وده بقى هيحصل لما يعمل حفله في الكازينو بتاعه للظباط وحفله تانية في الشط للجنود بحيث ان الكل يكون مشغول في الحفله ومحدش يعرف وقت وصول جاس وفريقه. ولكن المشكله بقى ان لوهر مش بيروح اي حفلات، وده بقى دور ستيوارت انها تقنعه انه يجي الحفله. وبعدها هيرون وستيوارت بيروحوا للكازينو بتاع هيرون واللي بيكون على طراز افريقي، وبيقعد هيرون مع ظابط كده اسمه بينيا وبيتكلم معاه وبيعرفوا بينيا دلوقتي ان السفن اللي بتحمل المؤن للغواصات هتمشي بدري عن ميعادها 3 ايام. وبيقرر القائد لوهر يقعد مع ستيوارت وبيفضلوا يتكلموا، والمره دي بقى بيبدا لوهر يقرب من ستيوارت اكتر وبيكون كمان موافق يديها الذهب اللي هي عايزه تشتريه. ولكن هي بتعرف لوهر ان في حفله هيعملها هيرون هنا ولازم يحضرها طبعا، وبيجي دلوقتي هيرون وبيعزمه يجي، فبيوافق لوهر وبيقرر المره دي يحضر الحفله. وبعدها بيروح هيرون وستيوارت لبيت هيرون، وهناك بيجيبوا جهاز الارسال وبيبعتوا الرساله للقياده بتاعتهم وبيعرفوهم ان السفن بتاعت المؤن هتمشي بدري 3 ايام، وبالتالي لازم جاس وفريقه يكونوا هنا قبل ميعادهم ب3 ايام. وعلى طول الاخبار دي بتوصل لتشرشل واللي بدوره بيوصلها لجاس وفريقه، وفي اللحظه دي بقى بيقعد الفريق وبيتشاوروا هيعملوا ايه، وفي النهايه بيقرروا بقى ان هم هيمشوا من طريق مختصر كده، والطريق ده هيخليهم يوصلوا لجزيره فرناندو بدري 3 ايام. ولكن المشكله ان الطريق المختصر ده هيكون اصعب كتير وهيقابلوا فيه نازيين كتير، بس هو ده الحل الوحيد. وفعلا بيغيروا اتجاه القارب اللي معاهم وبيمشوا في الطريق المختصر، وبعد فتره مش طويله بيقابلوا مدمره بريطانيه، وطبعا المدمره دي ما بتكونش عارفه اي حاجه عن المهمه بتاعه جاس وفريقه. فقائد السفينه بيقرر يقبض على جاس واللي معاه، ولكن قبل ما يعملوا كده بتحصل مشكله، وهي ان الغواصات الالمانيه بتوصل للمكان وساعتها بتبدا تهاجم المدمره. فبيستغل جاس وفريقه الفرصه وبيهربوا من المكان، وبيكونوا شايفين ضرب الغواصات للمدمره وبيكونوا منبهرين لانهم اول مره يشوفوا غواصه بتقاتل. وبيروح هيرون وستيوارت وبيقابلوا شخص اسمه كامب بالي، وكامب ده على فكره هو لاعب كريكت مشهور جدا زمان، ولكن حاليا هو شغال زي زعيم على شويه مرتزقه كده تحت ايده. فبيتكلموا معاه وبيطلبوا منه دلوقتي ان هو يدعمهم برجاله وسلاح ضد النازيين في يوم العمليه، لانهم اكتشفوا ان الجنود النازيين عددهم كتير جدا اكبر من ما كانوا متخيلين. فبيفكر كامب شويه وبيسالهم على الفلوس، فبيأكدوا له ان هو هياخد اللي هو عايزه مهما كان الرقم، فبيوافق على طول انه ينضم ليهم. وبياخد هيرون وكامب ورجالته قارب وبيروحوا يقابلوا جاس وفريقه، وهناك بيتعرفوا على بعض، وبيعرفهم هيرون ان كامب هيدعم جاس وفريقه في المعركه ضد النازيين في جزيره فرناندو. وساعتها بيبدا الجميع يحس ان فعلا المهمه ممكن تنجح، وبيسيب هيرون جاس وفريقه مع كامب ورجالته وبياخد بعضه وبيروح على الجزيره. واول حاجه بيعملها انه بيروح لمحطه الطاقه اللي في الجزيره اللي تبع النازيين وبيزرع قنبله فيها، بس للاسف بيجي 3 جنود المان لهيرون وبيشوفوه، فبيضرب هيرون 2 منهم بالنار وبيخلص عليهم، وبيطلع كمان سكينته وبيقتل الثالث. وبعد كده بتاخد ستيوارت لوهر وبتروح للحفله بتاعه الضباط اللي في الكازينو، وبنشوف ان في نفس الوقت ده كل الجنود بيدخلوا الحفله الثانيه اللي هي عند الشط، وبكده حرفيا معظم الضباط والجنود الالمان هيكونوا مشغولين ومش هيشوفوا جاس ولا فريقه. بس ستيوارت لما كانت واقفه مع لوهر لقت حاليا واحد من رجاله لوهر بيجيله وبيعرفوا الراجل ده انه ضاف طبقه زياده للسفينه، وبقت السفينه حرفيا ضد التفجير. فبتتجنن ستيوارت وبتروح لهيرون وبتعرفه المعلومات دي، فبيعرف هيرون ان كده في مشكله ولازم بسرعه يبلغ جاس وفريقه اللي جاي. فبيسيب هيرون المكان وبيروح لبيته السري بحيث يتواصل مع جاس. بس المشكله بقى يا صديقي ان جاس وفريقه وكاب ورجالته بيكونوا بالفعل قدام الجزيره، وساعتها بيحصل انفجار بسبب القنبله اللي زرعها هيرون، والقنبله دي بتكون زي اشاره كده. فبيعرف جاس وفريقه ان كده يقدروا يهاجموا على الجزيره، بس قبل ما يعملوا كده بيلاقوا ان هيرون بيديهم اشاره بالنور، وبعد كده بيتواصل معاهم على اللاسلكي وبيعرفهم ان السفينه الاساسيه بتاعه المؤن بقت مؤمنه جدا واستحاله تغرق. فبتبعت القياده لجاس ورجالته بيقولوا لهم ان هم لازم يقوموا بالمهمه دي باي شكل. بس الفكره بقى ان قبل ما الضابط يبعت اي حاجه بيوصل للمكان الاميرال باوند، واللي بيكون شخص في منصب مهم جدا في الحكومه. وفي الوقت ده باوند كان بيسال هم بيعملوا ايه بالظبط، فبيعلنوا ان هم ما بيعملوش اي حاجه لان المهمه سريه. بس الضابط بتاع الارسال اللي معاهم بيكون جاسوس لباوند، فبيشغل الارسال وبيخليه يسمع جاس وكل اللي معاه، وده
بيعصب باوند جدا لانه مش عايز اصلا المهمة دي تتعمل وعايز تشرشل يفشل، وبيتواصل مع جاس وبيأمره ينهي المهمة مهما حصل، وده امر نهائي. ولكن جاس بيقفل مع باوند وهو متعصب، ولما بيوصل الموضوع لتشرشل بيقرر ان لازم المهمة دي تتم باي شكل، والكل بيفكر هيعملوا ايه في موضوع السفينة اللي مش بتنفجر دي. وبيفكر ابل وبيقول للكل ان المؤن بتوصل للغواصات من خلال السفينة الاساسية واتنين من الزوارق، فلو احنا سرقنا دول فالامدادات مش هتوصل للغواصة، وبكده المهمة هتنجح. وبتكون فكرة ابل ان هم يستولوا على السفينة الاساسية والزوارق، ويربط كمان الزوارق في السفينة بحيث يشدها، وبكده مش هيحتاجوا طاقم السفينة الضخم، وعلى طول بيبداوا يقسموا نفسهم للشغل. اولا بقى ابل ولاسن ومعاهم رجالة كامب يستولوا على السفينة الاساسية، اما هنري وجاس فهيقتلوا كل الجنود اللي على المينا ويستولوا على الزوارق. واخيرا فريدي هيزرع المتفجرات في المرساة علشان يفكوا السفينة الاساسية من المرساة، وكمان هيزرع المتفجرات في المبنى الخاص بالنازيين في الجزيرة. وابل ورجالة كامب ولاسن بيروحوا للسفينة وبيفضلوا يقتلوا في اي حد قدامهم بكل وحشية، وبيكون لاسن متجنن خالص وبيفضل يقتل في الجنود بالاسهم وكمان باستخدام الفاس اللي معاه. اما هنري وجاس فبيفضلوا يلفوا على المينا وبيقتلوا اي جندي قدامهم، وبعد كده بيودع جاس والكل هيرون، واللي بيعرفهم انه دلوقتي هيجيب ستيوارت ويحصلهم، وبعد كده بيسيبهم وبيمشي. وبنروح لستيوارت وهي بتغني في الحفلة بحيث تعطل لوهر والظباط اللي معاه ومحدش يهتم باللي بيحصل بره، وهي بالفعل بتنجح في كده. بس وهي بتغني بتقول كلمة كده بيستخدمها اليهود في ألمانيا، وفي اللحظة دي بيعرف لوهر ان دي مش ألمانية الأصل ولا يهودية ألمانية، فطبعا بيتعصب عليها، فبيقرر انه هيخلص عليها وبياخدها لأوضته علشان يعذبها ويقتلها. ولكن قبل ما يعمل كده القنابل اللي كان زارعها فريدي بتنفجر بدري عن ميعادها، وده بيخلي لوهر يقبض على ستيوارت ويشوف ايه اللي بيحصل. في الوقت ده بيكونوا كل الضباط والجنود شافوا جاس واللي معاه وهم بيسرقوا الزوارق والسفينة، فبيضربوا عليهم نار على طول، وكمان الفريق بتاع جاس بيضربوا عليهم نار والدنيا بتولع. وفي وسط الضرب بيكونوا رجالة كامب بيحاولوا يشدوا السفينة الأساسية بالزوارق، وبالفعل بينجحوا وبيشدوها وبيقدروا يبعدوها عن الجزيرة. اما ستيوارت فبتضرب لوهر طلقة في دماغه وبتخلص عليه، وبعد كده هيرون وستيوارت بيهربوا من المكان وبيروحوا لجاس. وبعد فترة بيوصل جاس وفريقه لإنجلترا وبيجي لهم تشرشل بنفسه وبيعرفهم كمان ان هم مش هيتحبسوا تاني. وبكده بتنتهي احداث فيلمنا النهارده. اتمنى تكونوا اتبسطتوا معانا. ما تنساش كمان لو عجبك الفيديو تدعمنا بلايك وسبسكرايب وتفعل كمان الجرس علشان يوصلك كل جديد. اشوف بقى وشكوا على خير. سلام.